يا ماما بقى، معقولة كله ده بتفكره؟ قلت ايه يا ماما؟ بابا وافق ولا لا؟ صدقيني يا سيليا، انا مش مرتاحه خالص. انا حاسه ان الولد ده عايز يتجوزك علشان فلوسك، وخصوصا يا حبيبتي ان هو فقير جدا وما عندوش اي فلوس. يا ماما يعني هو علشان فقير يبقى مش كويس؟ انا بحبه ومش هتجوز غيره. سيلا يا حبيبتي، انت عارفه ان انا وباباكي سايبينك تختاري براحتك، بس انا من جوايا مش مرتاحه لمعتز ده ابدا. ده حتى وافق يتجوزك في الشقه اللي باباكي جايبها لك، يعني ما كلفش نفسه وجاب شقه. يا ماما هي مش دي شقتي برضو، بابا هو اللي جابها لي، يبقى ايه المشكلة لما نتجوز فيها؟ هو ظروفه وحشة ومش معاه فلوس كتير زينا، بس صدقيني طيب قوي وبيحبني ودي اهم حاجة. وافقي بقى يا ماما وخلي بابا يوافق علشان خاطري يوافقوا. خلاص، ما دام انت مصممه ومتاكده من قرارك، انا وباباكي موافقين. حبيبتي يا ماما، حبيبتي قوي، شكرا قوي يا ماما. انا فعلا هكون اسعد واحده في الدنيا وانا مع معتز، فرحانه قوي فرحانه. اما اروح بقى اكلم معتز وافرحه واقول له ان انتوا وافقتوا. طبعا هيفرح، هو كان يحلم بالجوازه دي. ربنا يستر بس ويطلع ظني فيه غلط مش صح. أه سوسو، بقولك ايه، بصراحة كده انا في حاجة عايزة اقولها لك يعني، ومكسوف قوي. طبعا يا معتز قول، انت هتتكسف مني انا؟ اصل اصل الفلوس اللي اديتها لي كلها خلصت خلاص، وانا ما بقاش معايا اي فلوس، وانا بصراحة لسه ما لقيتش شغل. انا عارف ان انا خدت منك فلوس كتير قوي، بس صدقيني يعني دي اخر فلوس خلاص. انا مش هاخد منك فلوس تاني، وانا اكيد هلاقي شغل وهفضل ادور لحد ما الاقي. ايه؟ فلوس؟ فلوس تانية يا معتز؟ هو بس انا مش عارفه انت بتصرف كل الفلوس دي فين. اصلا انا اللي بشتري كل طلبات البيت من فلوسي. طيب خلاص، لا، انا مش عايز حاجه خلاص. انا كنت عارف انك هتقولي لي كده وهتعايريني يعني بالفلوس، بس خلاص بقى، انا مش عايز حاجه خلاص. اقول لك انسي ان انا طلبت منك حاجه، انسي الموضوع ده خالص. هو في ايه يا معتز؟ يعني لا، انا ما كانش قصدي خالص يعني، صدقني يا معتز. خلاص انا اسفه، ما تزعلش بقى. اقول لك خد الفيزا بتاعتي اهي، خد منها الفلوس اللي انت عايزها وابقى رجعها لي لما تخلص. ايه ده؟ الفيزا مره واحده؟ ده انت بتحبيني قوي. على فكره انا كمان بحبك جدا، انت كل حياتي. ربنا يخليك ليا. طيب خلاص، انا هاخد بقى حاجه بسيطه قوي يعني، واصلا يعني ده كله سلف، ها. يعني انا لازم ارجعهولك اول ما اشتغل ان شاء الله. ما تقولش كده يا معتز، انا وانت واحد. دي اكيد لوجي، هروح افتح لها، انا مستنياها من بدري. لوجي. لوجي وحشتيني قوي. ايه يا بنتي اتاخرتي كده ليه؟ هو ده اللي هاجي بدري عشان نفطر سوا. انتي كمان وحشتيني يا سيليا. معلش، كنت بعمل حاجة. طيب يلا تعالي ادخلي. يا ماما انا مش مبسوطه يا ماما، من يوم ما اتجوزنا وهو طول اليوم بره، وبيقولي ان هو في الشغل. انا طول اليوم ببقى قاعده لوحدي بقى لحد ما زهقت وتعبت. حتى يا ماما لوجي اللي كنت معتمده عليها اكلمها تيجي تقعد معايا اتغيرت قوي من ناحيتي، بقت بتعاملني وحش ومش بترد عليا خالص. انا مش عارفه اعمل ايه يا ماما، وفجاه كده ما بقتش بتيجي بعد ما كانت بتجيلي كل يوم على طول. انا لازم لما يجي معتز لازم اتكلم معاه، ولا لا خلاص مش هتكلم معاه يا ماما، لا انا هعمل حاجه تانية. ما انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل يا ماما بالظبط من ورايا. بلعب البخت، سألتها ورفضتني، استغربتها امال فين هبتي، حبيبي انا بضحك على خيبتي. انا لازم اعرف هو بيروح فين طول اليوم. النهارده اجازه وبيقولي ان هو عنده شغل، انا لازم امشي وراه واعرف بيروح فين. ايه ده؟ هو رايح فين؟ ده رايح على بيت لوجي. معقول يكون لي حد صاحبه ساكن هنا، ولا ليه شغل هنا فعلا؟ بس ده فتح بالمفتاح ودخل. يعني ايه؟ هو ايه اللي انا شفته ده؟ هو معتزم معاه مفتاح بيت لوجي ليه؟ وداخل عندها يعمل ايه؟ اكيد انا فاهمه غلط. اكيد ده الشيطان بيحاول يضايقني. اكيد لوجي سابت البيت وهو اشتراه، واكيد عاملها لي مفاجاه.
انا لازم دلوقتي اروح اخبط عليه واعرف هو دخل البيت ده بالظبط ليه وجاب فلوسه منين. اوعي يكون مندوب وجايب لك اوردر، ارحمي نفسك بقى شويه. لا لا، مندوب ايه؟ انا مش طالبه اي حاجه. طب انتي مستنيه حد؟ ولا مستنيه حد، استنى لما اروح اشوف مين اللي بيخبط. ايه ده؟ سيليا، انت ايه اللي جابك هنا؟ هو انت عرفتي ولا ايه؟ عرفت ايه يا لوجي؟ ان انا ومعتز جوزك اتجوزنا. ايه بتقولي ايه؟ انت بتهزري معايا صح؟ بتهزري معايا، قولي ان انت بتهزري معايا. لا مش بهزر، احنا اصلا متفقين من الاول على كل حاجه، وانا اللي عرفتك عليه واقنعتك تتجوزيه عشان تديه الفلوس بتاعتك، علشان نقدر انا وهو نصرف ونتجوز من فلوسك. اصل انت طيبه قوي يا سيليا، وعبيطه كمان، واديتيه كل فلوسك بقت معاه. انت بتقولي ايه؟ كل فلوسي؟ كل فلوسي ازاي يعني؟ ما هو معتز لما خد منك الفيزا سحب منها كل الفلوس يا عبيطه. ايه ده؟ انتوا ازاي تعملوا فيا كده؟ ازاي تعملي فيا كده يا لوجي؟ ده انا كنت بحبك جدا، انا عمري ما اذيتك يا لوجي، ازاي تعملوا فيا كده؟ حرام عليكم. لو سمحتي يا سيليا، من فضلك ما تبقيش تيجي تخبطي عليا تاني، وانسي ان انت كنت تعرفي واحده اسمها لوجي. ومعتز، طالما انت كده عرفتي، من بكره هيسيبك، احنا خلاص هنخرجك احنا الاتنين من حياتنا. ليه كده؟ ليه عملتوا فيا كده؟ حرام عليكم، ليه عملتوا فيا كده؟ احنا حذرناكي منه كتير، لكن انتي صممتي انك تتجوزيه. انا من جوايا كنت حاسه ان هو نصاب، وكان بيعمل كده علشان ياخد فلوسك، وحذرتك. احنا لازم نطرده من الشقه، والنهارده. بس انا كتبت له الشقه يا بابا من اسبوع، هو طلب مني اعمل كده علشان يقدر ياخد كارد ويفتح مشروع. ايه كمان؟ يعني خد كل الفلوس بتاعتك وكمان خد شقتك؟ وكمان طلقني يا بابا. انا مش عارفه ازاي لوجي صاحبتي تعمل فيا كده وتتفق معاه، دي كانت صاحبتي الوحيده. يا ريتني كنت سمعت كلامك يا ماما، يا ريتني كنت سمعت كلامك يا بابا وما اتجوزتوش. انا كده خسرت كل حاجه.